وجدوا راسكم، حيث الويكاند اللي جاي في المغرب ما غاديش يكون عادي أبداً. مديرية الأرصاد الجوية خرجت بواحد النشرة إنذارية من المستوى البرتقالي وكتهم تقريباً البلاد كلها. يلا بينا نشرح لكم بالتفصيل شنو واقع. وهنا كيطرحوا جوج أسئلة مهمة بزاف. شنو هي الأخطار اللي جاية مع هاد التقلبات الجوية؟ والأهم من هاد الشي كامل، كيفاش كل واحد فينا يقدر يكون مستعد ويحمي راسو وعائلته. يلا بينا نشوف القصة كاملة. أول حاجة وقبل كل شيء خصنا نفهموا مزيان هاد النشرة الإنذارية الرسمية. يعني شنو كيعني هاد المستوى البرتقالي وشنو هو الترتيب الزمني ديال هاد العاصفة اللي جاية؟ إذن شنو كيعني هاد المستوى البرتقالي؟ راه سهلة، فكروا فيها بحال الضوء البرتقالي ديال الطريق. كيعني رد البال، نقص السرعة، راه الخطر قريب يوصل. واخا ماشي هو أعلى مستوى ديال الخطر اللي هو اللون الأحمر، ولكنه كيعني أن حياتنا اليومية والتنقلات ديالنا غادي تأثروا بشكل كبير. يعني الاحتياط واجب وبقوة. هاد التسلسل الزمني مهم بزاف باش كل واحد فينا يعرف شنو يتوقع. كل شيء غادي يبدا نهار الجمعة، ولكن الذروة يعني أخطر وقت غيكون هو نهار السبت، ومن بعد هاد الشيء كامل نهار الأحد كتجي موجة ديال البرد القارس باش تكمل القصة. دابا يلا ندخلوا في المعقول ونبداو بأول خطر كبير، الأمطار الطوفانية. هنا ما كنهضروش على ديك الشتا العادية ديال الخير، لا، كنتكلموا على أمطار اللي في مدة قصيرة بزاف تقدر تسبب فيضانات وسيول جارفة. ركزوا معايا مزيان في هذا الرقم، 60 مليمتر. هذه هي أقصى كمية ديال الشتاء اللي متوقع تطيح في بعض المناطق. ولكن 60 مليمتر شحال كتجي؟ باش تبان لكم الصورة واضحة، تخيلوا معايا 60 قرعة كبيرة ديال الماء تكبات كلها في دقة واحدة فوق مترو كاري واحد ديال الأرض. يعني كمية هائلة تقدر تعمر الوديان في دقائق معدودة. وفين غادي تكون هاد الأمطار القوية؟ أولاً المناطق اللي عليها الخطر الكبير هي في الشمال، بحال تطوان وشفشاون، ومناطق الأطلس المتوسط كإفران وبني ملال، وحتى مدن كبيرة بحال فاس ومكناس. وهنا كنأكد الناس اللي ساكنين قراب للوديان في هاد المناطق ردوا البال مزيان. ولكن ماشي غير هاد المناطق اللي معنية، كاينه مناطق أخرى حتى هي غتشوف شتا قوية واخا أقل شوية، ما بين 20 و 35 مليمتر. كنتكلموا هنا على مدن الساحل الأطلسي بحال الرباط، سلا، كازا، ومناطق داخلية بحال سيدي سليمان، وسطات وخريبكة. والنقطة اللي كتزيد من الخطورة هي المدة. هاد الشتا غادي تبدا نهار الجمعة مع 10 الصباح، وغادي تبقى كطيح بلا ما توقف وبقوة حتى السبت مع 12 ديال النهار، يعني أكثر من 24 ساعة ديال الشتا متواصلة. وهاد الشي هو اللي كيزيد من خطر الفيضانات. مزيان، هضرنا على الشتا، دابا ندوزو للخطر الثاني اللي هو الثلوج الكثيفة، أو كيف ما كنسميوه الزائر الأبيض، واللي غادي يغطي المرتفعات ديالنا بكميات كبيرة بزاف. شحال ديال الثلج؟ كنتكلموا على سمك يقدر يوصل ل 50 سنتيمتر، يعني نص متر ديال الثلج. نص متر ديال الثلج راه ماشي شي حاجة سهلة. هاد الكمية كافية باش تقطع الطرقان كاملة وتعزل دواوير وقرى، وهذا كيشكل تحدي كبير للسكان والسلطات على حد سواء. إذن فين غادي نشوفوا هاد الثلوج الكثيفة؟ أساساً في المرتفعات ديال الأطلس الكبير والمتوسط، خصوصاً في أقاليم بحال أزلال، بني ملال، الحوز، إفران، ميدلت وتاروداند، وبالضبط في المناطق اللي العلو ديالها كيفوت 1200 متر. وبالنسبة للوقت، التلج غادي يبدأ يطيح من الجمعة مع 12 د النهار، وغادي يبقى مستمر لمدة 24 ساعة كاملة، يعني حتى للسبت مع 12، والسمك ديالو غادي وكيتزاد ساعة من بعد ساعة. ولكن القصة مازال ما كملاتش. بالإضافة للشتاء والثلج كاين جوج حوايج أخرى جاية، رياح قوية بزاف، ومن موراها موجة برد قارس. الريح والسرعة ديالو ممكن توصل حتى ل 95 كيلومتر في الساعة. باش تخيلوا معايا هاد القوة راه تقريبا هي نفس سرعة طوموبيل غادية في طريق السيار. ريح بهاد القوة راه قادر يطيح الشجر، يقتلع أي حاجة، ويقدر يسبب حتى انقطاعات في الكهرباء. والفرق ما بين الريح والشتاء والثلج هو أن الريح التأثير ديالو غادي يكون واسع، يعني تقريبا غادي يضرب المغرب كامل من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه. وملي تسالي هاد العاصفة ديال الريح كتجي موجة ديال البرد القارس، كنتكلموا على درجات حرارة اللي تقدر تنزل حتى لناقص 8 تحت الصفر.
وهذا البرد القاصح غادي تركز بالخصوص في مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق الشرقية، يعني مدن بحال ميدلت، بولمان، إفران، ورزازات وتنغير. وهذا طبعا كيشكل خطر على الصحة وعلى الفلاحة والمواشي. طيب، من بعد ما شفنا هاد الصورة الكاملة وصلنا لأهم جزء في هاد الشي كامل. شنو خصنا نديرو؟ كيفاش نحمي ريوسنا والناس العزاز علينا؟ السلطات عطات واحد التوصيات اللي هي بسيطة ولكن مهمة بزاف وتقدر تنقذ الأرواح. أولاً، الحيطة والحذر، يعني تفادوا التنقلات اللي ماشي ضرورية. ثانياً، وهذه أهم وحدة، ممنوع منعاً كلياً نعبروا الوديان أو البلايص اللي فيها الماء، راه قوة التيار كتخدع وخطيرة بزاف. ثالثاً، نتبعوا تعليمات السلطات المحلية. ورابعاً، نكونوا مستعدين في ديورنا نقيو المجاري ديال الماء ونوجدوا وسائل تدفئة. وغنختموا بهذه الرسالة المهمة من الأرصاد الجوية اللي كتلخص في جوج ديال الكلمات: اليقظة والحذر. هذه الظواهر طبيعية، ولكن الخطر الحقيقي هو فاش كنتعاملوا معها باستخفاف وبلا مبالاة. كنتمنى السلامة للجميع، ردوا البال لروسكم وبارتاجوا هذه المعلومات باش توصل لأكبر عدد من الناس.